الحمد لله اليوم استلمت هالسبيكة الذهب اللي طلبتها من شي أسبوع أونلاين. بهذا الفيديو رح شارك تجربتي بشراء الذهب أونلاين وكيف تقدروا تشتروا الذهب بأمان وبطريقة صحيحة وأنت ببيتك بألمانيا. تابعوا معي بهالفيديو لتعرفوا كل التفاصيل والخطوات، وإذا نال إعجابكم هالفيديو فلا تنسونا بلايك واشتراك. هلا هي اللي حاملها بإيدي سبيكة ذهب وزنها 100 جرام، جديدة ومغلفة بغلاف شفاف خاص لحمايتها من الخدوش والتلف. وكل سبيكة نظامية بيكون عليها معلومات أساسية عن السبيكة، وهالمعلومات مكتوبة على السبيكة نفسها وعلى الورقة تبعها وكمان على الفاتورة. خليني أعرفكم على بعض النقاط المهمة يلي لازم تنتبهوا عليها بس تشتروا سبيكة ذهب. هلا أول شي من فوق بيكون مكتوب اسم الشركة المصنعة، يعني الشركة اللي صنعت هاي السبيكة هاي. وكمان هون بتلاقوا درجة النقاوة، هون الفاين جولد، وهون درجة النقاوة هي 999.9، يعني ذهب نقي بالكامل. وهون بالنص بيكون مطبوع ختم الشركة يلي صنعت هاي السبيكة هاي، وبيكون كمان مكتوب بالسبيكة هون بتحت وزن السبيكة. هون وزن السبيكة 100 جرام مثل ما لكم شايفين، وتحت وزن السبيكة بيكون مكتوب الرقم التسلسلي الخاص بهي السبيكة. كل سبيكة ذهب بألمانيا إلى رقم تسلسلي، وهذا الرقم التسلسلي مربوط بشهادة بتدل على، يعني بتدل إنه هي السبيكة أصلية وما لها مزيفة، يعني مثل هالسبيكة محمية يعني وقت تشتروها. ومن وراء كمان بتلاقوا معلومات عن السبيكة، بتلاقوا مثل الختم تبعها، هي مصنعة بسويسرا، بتلاقوا قديش وزنها وقديش درجة نقاوة السبيكة، وكمان بتلاقوا إنه هي السبيكة يعني مفحوصة ونقية، يعني ما لها مزيفة. أنتم مثل ما كنتم شايفين هون أنا حاطط مثل الزئة بيضة بس مشان يعني أحمي الرقم التسلسلي تبعها، لأنه مثل ما قلت لكم هذا الرقم التسلسلي ما لازم تعطوه لحدا، يفضل إنكم تحتفظوا فيه لحالكم. وهلأ رح نشوف كيف الواحد بيقدر يشتري ذهب عن طريق الإنترنت بألمانيا. هلا أول شي رح نجي على موقع الgold.de. هذا الموقع يعني الرقم 1 بألمانيا بالنسبة للمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة. وهون بتقدروا تشوفوا أسعار الذهب وأسعار مثلا الفضة. كمان فيكن تشوفوا مثلا هون مثلا سعر الذهب خلال 5 سنين، قديش الجرام الذهب. مثلا قبل 5 سنين كان ب42.92، وهلأ الجرام الذهب ب80.52 مثلا. فيكن تشوفوا كمان سعر الفضة، إذا كبست هون مثلا بتشوفوا كمان سعر الفضة خلال 5 سنين، قديش اتطور سعر الفضة خلال 5 سنين. هذا الموقع جدا مشهور، وهذا الموقع بيعرض عليكم وين تقدروا تشتروا ذهب، بأنو مواقع بتقدروا تشتروا ذهب وبأنو سعر. هلا رح أحكيكم كيف الواحد بيقدر يشتري ذهب عن طريق الانترنت. هلا أول شي بنروح على الكوفن. وقت انتم بتروحوا على الكوفن بتطلع لكم مثل قائمة، هون كاتبيلكم انكم تشتروا ليرات ذهب ولا تشتروا سبائك ذهب. هلا نحن رح نجي على السبائك الذهب. انا بنصحكم تشتروا على سبائك الذهب لانه بتكون يعني سعرها ارخص من سعر الليرات على الاغلب باغلب الاحيان. هون رح نروح على الجولد باغن، نكبس على الجولد باغن. تمام، هون بيجينا الخيارات الموجودة عنا. هون على القائمة باليسار هون بيجينا الخيارات اللي موجودة المتاحة. بدك تشتري 1 جرام ذهب ولا 2 جرام ولا 20 ولا 100 ولا 1 كيلو ولا أونصة ولا 1 أونصة، يعني في كذا خيارات. تاني شي بحب نوه لنقطة تانية، هون كاتبيلكم إنه شو هن التوب 5 اللي بيشتروهم الألمان أو المتواجدين بألمانيا. شو بيشتروا أكتر شي بيشتروا بألمانيا 100 جرام والواحد أونصة بالمرتبة الثانية، بعدين 10 جرامات بالمرتبة الثالثة، وبعدين بيجي 1 جرام وال20 جرام. هلا نفترض انت مثلا بدك تشتري 100 جرام ذهب، تكبس على هاي، تكبس هون على 100 جرام. طبعا بتجينا على هاي الصفحة. هون بيعطيك مثل البرايس فيجلايشن، يعني هون بيقارن لك الأسعار بكذا
بكذا منصة أونلاين لبيع الذهب. يعني هذا الموقع بدك تعتبره مثل تشيك فين وسفانسش إذا بتعرفوا. يعني مثل بيعمل لك مقارنة بأسعار الذهب، بأسعار 100 جرام من كذا بائع عن طريق الإنترنت. هلا إذا نزلنا لتحت هون، أنا دائما بكتب على هاي مشان يعطيك البياعين يلي يعني اللي ما بيتأخروا بتوصيل البضائع تبعهم، ما بيتأخروا عن 7 أيام. لأنه في أحيانا بائعين بيعرضوا منتجاتهم، مثلا بيعرضوا 100 جرام بس ما بيكون عندهم إياها، هي 100 جرام ما بتكون متاحة عندهم، فأنت بتصير بدك تنتظر مثلا فترة لحتى تقدر لحتى يوصلوا لك إياها. تمام. فأنا دائما بكبس على هاي، بشيك على هاي، وبشيك على الثانية شغلة تانية هون على السوتيونج، يعني الترتيب، على ترتيب الأسعار. أنا دائما بكتب على السوتيونج، بكتب هون البخايس مع الفازانت، لأنه أنت بدك تشتري ذهب عن طريق الإنترنت بيكون بدك تدفع حق السبيكة وبدك تدفع كمان التوصيل. فأنا بكبس هون دائما إنه رتب لي إياهم بحيث يكون سعر الذهب مع سعر التوصيل. لأنه أحيانا بيكونوا عارضين لك مثلا 100 جرام بسعر قليل بس بياخدوا سعر غالي على التوصيل، ونحن ما بدنا ندفع كتير على التوصيل. يعني احنا بدنا نشوف شو أرخص شيء بالنسبة لسعر الذهب عندهم وبالنسبة للتوصيل. وطبعا يعني الشراء عن طريق الانترنت هو مثل بدك تشتري يعني اوفلاين، يعني بدك تشتري من محلات. يعني في محل مثلا يمكن يعرض لك سعر 100 جرام مثلا ب 8103 يورو فاصلة 91، وفي محلات كمان بتعرض لك اياه بسعر اغلى بشوي. اوكي مثلا مثل هاد. فانت هون بدك تلاقي انسب شيء لإلك. شو انسب شيء لإلك؟ هلا هون قبل انت ما تروح على المتجر يلي بده يبيعك سبيكة الذهب، بنصحك تشوف هون المعلومات يلي محطوطة. هلا اول شيء مكتوب هون انه هذا الموقع يلي هو جولد زيلبا مونسن شوب. تمام. هذا البائع عنده سبيكة الذهب ب 8103.91. بس هون كاتبين لك انه هي بتجي مع الشهادة، هي السيرتيفيكات، وكاتبين لك انه كبخاوخت، يعني هالسبيكة الذهب هي مستعملة، يعني حدا بايعها للمتجر والمتجر بده يرد يبيعها لإلك. هي مالها جديدة، يعني مو مثل اللي انا اجيتكم اياها بالنويا فاغا. هون كاتبين لك فشيدنا هاشتلا، يعني انت ما بتعرف انو شركة رح تكون مصنعة لهالسبيكة الذهب. انا بالنسبة لإلي ما بحب اشتري يعني شيء مستعمل، وبحب انا كل شيء يكون واضح لإلي، فانا ما بنصحكم انه تشتروها هي حتى لو كان ارخص بشوي من الباقيين. اذا نزلتوا لتحت مثلا، وطبعا قبل شغلة، شوفوا كمان البيفاتونك تقييم المتجر. تمام. هون تقييم المتجر هو 4.5 من 5، يعني تقييم منيح، تقييم منيح. تحت الأربعة بعتقد يعني ما بنصحكم تحت الأربعة. هلا بننزل هون كمان كاتبين لك ريسايكلينج، يعني هذا الذهب، يعني هاي سبيكة الذهب اللي بدك تشتريها 100 جرام هي معاد تدويرها، فأنا كمان ما بنصحكم تشتروها هيك شيء. أنا اللي بحب إنه اشتريه هو يكون جديد، يكون جديد ويكون عليه سيرتيفيكات ويكون تقييمه منيح وسعره كمان منيح. يعني أنا بالنسبة لي مثلا هذا البائع عارض مثلا هي سبيكة الذهب، حطيت لك اسم المصنع لهي سبيكة الذهب، حطيت لك إنه هي يعني عليها شهادة وإنه هي جديدة، وحطت لك هون السعر 8157.19، وكاتبين لك انه هاي السبيكة بتوصلك خلال تقريبا 3 ايام. تقريبا 3 ايام. هلا نفترض انت مثلا فتت على هذا الموقع وبدنا نشتري مثلا هاي السبيكة من هذا البائع، فنحن بنكبس على التسوم ان بيتا، يعني خدني على موقع صاحب هذا الصفحة يلي عارض هالجولد باغن. فمنروح على بيجينا الموقع تبعه. تمام. بيجينا الموقع وبنتأكد كمان من المعلومات انه قديش السعر. يمكن هون اختلف يورو، الله اعلم. هون كاتبين 100 جرام حجبة 100 جرام، وهون كاتبين لكم انه هاي جديدة نويا باغا، وبتجي مع الغلاف تبع ومع الشهادة.
وحتى فيكم إذا كبستوا هون بيجيكم صورة السبيكة الذهب اللي رح تحصلوا عليها. وهي كمان حاطين لكم إياها، مسوي لكم إياها من ورا. هذا الرقم أكيد يعني ما رح يكون نفسه، رح يكون غير رقم. وهي برات الغلاف، يعني هي مع الغلاف وبرات الغلاف من ورا ومن قدام. وهي نفس الشي عليها ختم من هون، وعليها اسم المصنع و100 جرام وقديش نقاوة الذهب، وحتى كمان هون كاتبين رقم التسلسلي. طبعا هذا طبعا هي السبيكة غير السبيكة اللي أنا أرجيتكم إياها، بس يعني يعني نفس الشي طبعا. يعني هي جديدة وهديك جديدة، هي مغلفة هديك مغلفة، بس غير مصنع. طبعا إذا حابين تعرفوا معلومات زيادة عن السبيكة الذهبية اللي أنتم بدكم تشتروها، فأحيانا المواقع بتضيف شغلات زيادة. يعني هون كاتبين لكم كل شي لازم تعرفوه، لازمكم يعني ترجموها وتأكدوا من المعلومات. هون كاتبين لكم انه الموقع نظامي 100%. وطبعا لو ما له موقع نظامي بالاساس ما كان نحط على الجولد بونك دي اي. تمام. هلا لتشتروا هي السبيكة هاي بتحطوها in den Warenkorb، يعني تحطوها سلة المشتريات تبعكم. بعدين بتلاقوا هون انه السلة تحدثت، وقت بتكبسوا على هاي zum Warenkorb بتيجوا لهون. وانا بنصحكم انكم تعملوا حساب على اي موقع بدكم تشتروا عليه، سواء هذا الموقع ولا غير موقع. اعملوا حساب واحفظوا الكلمة السر تبعكم، لا تنسوها، ولا تنسوا الايميل اللي سجلتوا فيه. وبعدين اشتروا، اعملوا حساب بعدين اشتروا. وبعدين بعد ما انتوا تعملوا حساب وتدفعوا بتجيكم مثل غشنوك. وقت بتروحوا على الحساب تبعكم بالموقع، بتروحوا مثلا على الماينة بيشتلون، وبتلاقوا الطلبية اللي انتوا طلبتوها. وفي مواقع كمان فيكن تطلبوا، يعني فيكن تطلبوا الذهب وبدون ما تعملوا حساب. مثل هذا الموقع هذا فيكن تطلبوا منه الذهب بدون ما تعملوا حساب. وهون كمان يعني قبل ما انتم ما تدفعوا، قبل ما تروحوا على الكاسة، كمان بحب يعني نوه انه تتأكدوا من المعلومات. هون كاتبين لك مثلا اللي فات سايت، يعني امتى بتجيك هالسبيكة، كاتبين لك من يومين ل3 ايام. كاتبين لك هون السعر. وقت بتروح وقت تكبس على الكاسة، ماشي، هون أعطيك كذا خيار. إذا أنت يعني already عندك حساب بهذا الموقع، فبتحط إيميلك والباسورد تبعك وبتكمل. إذا أنت ما عندك حساب، ففيك تكبس على هاي ich bin eine neue Kunde وفيك تعمل حساب جديد. أو إذا أنت ما بدك تعمل حساب، فبتكبس هون السكاست بشتلن، يعني إنه تطلبها بدون ما تعمل حساب. تمام. نكبس هون مثلا على فايتا. وقت تكبس هون على فايتا بيجيك انه اعطينا المعلومات تبعك، لانه اكيد بدهم يعرفوا هن معلوماتك الشخصية من ايميل وتليفون والاسم والتاريخ الميلاد. وكمان بدهم وين ساكن لحتى يعرفوا وين بدهم يوصلوا لك اياها. هلا هون انا حطيت مثل معلومات وهمية، ولا نشوف اذا بقدر كمل. تمام. وقدرت كمل عن طريق هالمعلومات الوهمية. هلا رد جابني على هون. بعدين حطيت هون على هلا بنحط على السوكاسا. بعدين بيجينا مثلا انه الفزنت اوبسيونن، انه كيف نبعتها لهالسبيكة الذهب. انتو هون بتكونوا حاطين عنوانكم. طبعا هذا عنوان وهمي، ما في هيك شي يعني. تمام. وهون تحت كاتبيلكم قديش بكلفكم الارسال لهالسبيكة الذهب. الارسال لسبيكة الذهب هون 18.9، 18 يورو و90 سنت. طبعا هذا الزنت بيختلف من متجر لمتجر، في منهم بياخدوا أكتر، في منهم بياخدوا أقل. بس يعني 18 14 20 هذا السعر، يعني الأغلب الأسعار بالمتاجر الأونلاين. بعدين نكبس على فايتا. كمان هون اللي على التسالونج. هلا طبعا بالنسبة للتسالونجز يعني كيف تدفع، هو دائما انك تدفع انت عن طريق البنك. هلا وقت بكبس على الفايتا تجيني هي الصفحة الأخيرة، هي اللي بشتيلبشتيتيجونج. هي بتعرض لي كل المعلومات عن الطلبية تبعي. هون عرضت لي الفازاند ادريسا، يعني وين بدها ترسل هالسبيكة الذهب. هون الغشنونج ادريسا، لمين هالسبيكة الذهب، باسم مين، الفاتورة. والفازاند ارت يعني نوع الارسال. والتسالونغسوايزر يعني هون طريقة الدفع. هون تحت حاطي لي انا شو رح اشتري. انا رح اشتري سبيكة 100 جرام بسعر كذا، أنسال يعني العدد واحدة فقط.
تمام. وحاطين لي هون السعر النهائي، هي سعر سبيكة الذهب زائد التوصيل على البيت تبعك. وبعد ما تتأكدوا من كل المعلومات تكبسوا على الزالونغز بفليشت بشتيلن. وقت بتكبسوا عليها بتجيكم صفحة بتكتبوا فيها معلوماتكم البنكية لحتى ينسحب المبلغ المذكور من الرصيد البنك تبعكم. وبعد ما تطلبوها انتو بيجيكم مثل اشعار على الايميل تبعكم انه انتو طلبتوا السبيكة 100 جرام، وبعدين بيبعت لكم ايميل تاني بالارسال تبع السبيكة هاي، وبتكون كل اموركم تمام. وطبعا وقت بتجيكم السبيكة بتجيكم يعني مأمنة عن طريق يعني شخص هو بوصلها خصوصي لإلكم. وطبعا قبل ما تيجي سبيكة الذهب على بيتكم هن بيخبروكم يعني عن طريق الإيميل أو عن طريق الإس إم إس أو عن طريق التليفون إنه رح تجيكم سبيكة الذهب باليوم كذا والوقت كذا. وقت بتجوا بتستلموها لازم تتوقعوا عليها، وبيكون هيك كل أموركم تمام. هلأ لنرجع للموقع هاد الgold.de. تمام. اذا ما عجبكم هذا الموقع فيكم تدوروا على موقع تاني. اذا انتم مثلا بدكم تشتروا مستعمل كمان اشتروا مستعمل، بس انا مثل ما قلت لكم انا بحب دائما اشتري الاشياء تكون جديدة. تمام. هلا اذا رحنا مثلا على هاد الجولد زيلبا مونسن شوب، هاد بالوقت الحالي ارخص شيء لانه هي بخوخت. تمام. اذا رحنا على الانبيتا، اذا رحنا عليه طبعا موقع غير هداك. مثل ما قلت لكم هذا الموقع gold.de بيعرض لك كذا بياع، كذا موقع لبيع الذهب، كل بياع له سعره. هلا مثل ما احنا شايفين هذا هو الموقع اللي هلا كبسنا عليه. مكتوب هون سعر سبيكة الذهب هي 100 جرام 8076 يورو و96 سنت. طبعا إذا كنتوا تطلبوها هون كمان لازم تسووا حساب عليها وتعطوا كل معلوماتكم وإنه تدفعوا عن طريق البنك. هون كمان كاتبيلكم كل شي معلومات عن هاي السبيكة. كاتبيلكم إنه هونك بخوخت مستعملة، وهون كاتبيلكم إنه رح تجيكم السبيكة مو بغلاف إنما الكيس صغير. كاتبيلكم إنه اللي شايفينها بالصورة يعني مو ضروري إن هي تجيكم، يعني يمكن تجيكم شي تاني. يعني دائما بنصحكم وقتكم تشتروا اي شيء سواء ذهب ولا اي شيء دائما اطلعوا على التفاصيل هون. دائما اطلعوا على التفاصيل قبل ما تطلبوا اي شيء اونلاين، لانه اذا طلبتوا شيء اونلاين وجاكم الشيء هذا انتم ما بدكم اياه وكان مذكور هون فما بتقدروا ترجعوا هالشغله هي. طبعا بدي احب اذكر انه الذهب اذا اشتريت انت سبيكة ذهب اونلاين فيك ترجعها عن طريق اللي وصلكم اياها. طبعا اذا انتم حابين مثلا تشتروا ليرات ذهب بتكبسوا على هاي تقريبا وبتنقوا شو هي الليرة اللي انتم حابين تشتروها. فيها نحن بس بنعرف المجيدية والإنجليزية، بس هون في كذا نوع. فيكن هون كمان تختاروا الوزن، مثلا في كمان ليرات ذهب بواحد أونصة. مثلا إذا كبست على هاي فينا ناخد هاي الأمريكان إيجل. إذا انتم حابين مثلا تشتروا فضة كمان فيكن تشتروا فضة، سواء سبايك فضة أو ليرات فضة. يعني نفس الطريقة يلي قلتلكن عليها بالأول. يعني دائما بيجيكم مثل هالشي هاد بتحط انه مشان اللي فات سايت وانه قديش الاسعار مع التوصيل، وانت بتختار شو بدك اياها وبتروح على المتجر وبتشتريها من المتجر. نفس طريقة الشراء الذهبي اللي اجيتكم اياها هلا قبل شوي. وهي تقريبا كل شي معلومات لازم تعرفوها وقت تشتروا ذهب عن طريق الانترنت. وانا ان شاء الله رح اعمل فيديو تاني عن كيف الواحد يشتري ذهب من المحلات الألمانية. يعني من محلات مو العربية ولا السورية ولا التركية، محل ألماني نظامي. ورح أحكي لكم عن تجربتي كيف اشتريت الذهب من المحل الألماني، كيف اشتريت مثلا سبيكة ذهب. وإذا في شيء غير واضح بهذا الفيديو فاكتبوه بالتعليقات وإن شاء الله برد عليكم بأقرب وقت. وبتمنى منكم تدعموا القناة عن طريق الإعجاب والاشتراك.